الحبايب مساء الخير. معلومات كتير وغريبة وخطيرة في موضوع حادث أحمد فتوح اللي قتل فيه واحد أمين شرطة. التفاصيل إن العينة بتاعة تحليل المخدرات بتاعة فتوح طلعت إيجابية، ودي مصيبة. طيب ايه اللي حصل؟ امبارح احمد فتوح كان في الساحل الشمالي معاه صديق ليه محمد صبحي حارس المرمى، خبط واحد يعني كان بالليل لسه النهار ما طلعش ومات في الحال. راحوا على مستشفى العالمين كلهم وبلغوا طبعا الشرطه. طلع هو امين شرطه. الجثمان تم ايداعه في الثلاجه. تم التحفظ على احمد فتوح. اجروا ليه تحليل مخدرات داخل مستشفى العالمين، طلع ايجابي تعاطي حشيش. تحفظوا عليه طبعا، رجعوه تاني اسم الشرطه، بات في اسم الشرطه او فضل يعني كام ساعه لحد لما النيابه فتحت اتعمل المحضر. راح النيابه هو ومحمد صبحي، اتحقق معاهم هما الاثنين. محمد صبحي كان بيتحقق معاه كشاهد بس لان هو كان قاعد جنب اللي بيسوق اللي هو فتوح، واتعمل له تحليل بالمناسبه كمان صبحي، لكن طلع كله نيجاتيف سلبي يعني. وراح طبعا عدد من الناس اللي تابعين لمجلس اداره نادي الزمالك، من ضمنهم كابتن عبد الواحد السيد، متابع معاهم احمد سالم المتحدث الرسمي، عدد كبير من الناس. فريق دفاع تبع نادي الزمالك بيدافع عن احمد فتوح. والتصريحات كالتالي: عبد الواحد السيد قال ما تصدقوش اي خرافات بتتقال، وما تصدقوش نتائج التحليل اللي طلعت. احنا طلبنا من النيابه اعاده التحليل تاني. ليه بقى؟ لان التحليل الاولاني هو طلع وفقا للاجراءات اللي بتتبع من المباحث او من الشرطه لما بيكون في حادثه، يعني حادثه وواحد مات فيها، فعلى طول الشرطه بتروح عامله تحليل للسواق، تمام. ولكن لازم يتم تحليل تاني وفقا لقرار من النيابه، وان القرار ده يطلع لمصلحه الطب الشرعي، واجراء التحليل لازم يكون في مصلحه الطب الشرعي او في مكان تابع لمصلحه الطب الشرعي. فمن الاخر كده فريق الدفاع بتاع احمد فتوح قال لك لا، التحليل اللي اتعمل في مستشفى العالمين ده لا يعتد بيه، وطلبت من النيابه ان هي ما تاخدش، بيعملوا لي تحليل تاني، تمام. فهيتعمل تحليل تاني المفروض ده لو النيابه وافقت خلاص كده. في حاله ان لو طلع فعلا برضه ايجابي تعاطي سواء حشيش او اي مخدر تاني، من الممكن ان الموضوع يروح في حته تانيه خالص بقى، من جنحه قتل خطا، يعني ان هو صدم واحد بالسياره وموته، لجنايه، جنايه قياده سياره تحت تاثير المخدر والتسبب في مقتل شخص، تمام كده. فدي مصيبه ممكن هي تقضي على مستقبله خالص، لان فيها سجن سنه 2 3، خلاص بقى هيطلع يعمل ايه؟ انت فاهم يعني الموضوع صعب. انا شفت ناس كتير جدا شمتانين، وناس كتير حتى اللي مش شمتانه بتقول كلام يعني يضايق. وانا بس في الاول اقسم بالله وحياة بناتي انا لا زملكاوي ولا اهلاوي، ولكن انا بتكلم كانسان. الشاب في محنه ومصيبه كبيره، خلص على مستقبله. بصوا بقى، غلطان مش غلطان هو بقى، يعني ايه اللي خلاه يتعاطى ما بيتعاطاش، ده في مصيبه. وكلنا عندنا مصايب. الفرق بينك وبين فتوح، ولازم تكون واخد بالك، ان ربنا بس كشف ستره، ان ربنا ابتلاه، ان ربنا اختبره، فهو في اختباره في محنه. بس الفرق اللي بينك وبينه، واي واحد معرض ان هو يكون في مكانه. ففي الحالات اللي زي كده لازم تدعي بس وتقول يعني ربنا يكتب له الصالح وربنا ينجيه، او ربنا يعني يكون معاه. بس ما تقولش اصل هو، ما فيش اصل هو هنا. انا من وجهة نظري البسيطه كلنا عندنا مشاكل، يعني اقصد اللي عنده مشاكل مع اهله، واللي عنده مشاكل مع مراته، واللي عنده مشاكل في شغله، واللي العلاقات اللي معرفش ايه، يعني كل واحد عنده. كل الحكايه ان ربنا ساتر بس. فيعني ادعي ربنا سبحانه وتعالى يديم ستره عليك ويبقى مع فتوح. ولسه لحد دلوقتي القرار النيابه، حتى تسجيل الفيديو دلوقتي تقريبا حوالي الساعه 5 وشويه اهو، 5 وربع حاجه زي كده، مفيش حاجه طلعت. شكرا.